هقولك على حاجة مهمة جدا في الاستثمار العقاري وما يعملهاش غير المستثمر العبقري. وانت بتختار اول استثمار هتعمله عينك تبقى على تاني استثمار هتعمله. ركز معايا في الكلام ده لو انت عايز تكسب من العقارات. اختيارك للأصل الأول لازم يبقى مبني على حاجة مهمة، انه هيقدر يمول لك الأصل اللي بعده. الاستثمار مش قرار بيتاخد لوحده، دي سلسلة قرارات كلها مرتبطة ببعضها، وبالتالي هتبني لك المحفظة العقارية بتاعتك. هلخص لك الموضوع ده في 3 نقط. أول عقار بتشتريه بيعلمك السوق بيفكر ازاي، مش بس سعر على فكرة، لكن الموقع والإيجار والإدارة والطلب، دي خبرة بتبني عليها. تاني حاجة، لو اخترت صح تقدر تستفيد من العائد أو زيادة القيمة وتستخدمهم في إنك تمول وحدتك التانية. وتالت حاجة، كل أصل في محفظتك بيكمل التاني. عقار بيدخل دخل، عقار بيزيد في القيمة، عقار يتأجر بسهولة، وعقار سهل يتسيل. ويا ريت لو في عقار فيه كل الحاجات دي. ما ينفعش تبص لأول استثمار إنه نقطة النهاية، لأن أنت كده بتحط كل طاقتك في خطوة واحدة. اللي بيفكر استراتيجي بيبني خريطة، بيبني خطة، مش بيشتري شقة، بيبني أصل يخدم الأصل اللي بعده. عشان تبني محفظة عقارية كويسة فكر كأنك بتبني خطة، فكر زي المستثمرين الكبار، وتابعني عشان تعرف الخطوات الجاية.